هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معاكم سند من اليابان. اليوم صار لي شيء غريب. تقريبا حادث مروري كذي. فجأة أنا كنت أركب يعني دراجة نارية، يعني سيكل. فبس كذي يعني أركض عادي. لما قاعد أوقف الدراجة النارية قدام إشارة المرور. فجأة وقف حركة، وقف محرك مال الدراجة النارية هذه. شو صاير؟ فحاولت حاولت أحرك المحرك مرة ثانية، بس ما يبلش يتحرك. فوايد احترت يعني صرت محتار، وحاولت طريقة ثانية عشان أبلش مرة ثانية المحرك، اللي هو يسمونه كيك ستارت. يعني طق العصاي اللي مركبين صوب السيكل، يعني السايد جانب. وطقيت بس ما قام يتحرك. بعدين حركت الدراجة نارية لمكان ثاني، لمكان مستقر، مكان سهلة. وحاولت مرة ثانية، بلش يتحرك والله. يعني أخيرا كان الجو وايد حار، وأنا تحت الشمس كنت قاعد أحاول كل شيء عشان أحركها مرة ثانية. فكذي يعني ما صار شيء يعني خطير، بس يعني شوي غريب، صح؟ غريب. كنا بتموت الدراجة النارية قريب. يعني حسيت شذي. أصلا وايد قديمة الجهاز هذه. أحس ما يطول وايد بعد. وعلى فكرة اليوم وايد حار. أتوقع أكثر يوم حار بهالسنة بمنطقتي. بس راح يزيد الحرارة، يعني لأن الحين بس يعني تو بلش الصيف تقريبا. بس غريب إن قبل يومين كذي طول اليوم مطر، بس فجأة كذي يصير وايد الجو حار. بس الحين بالليل مو حار، عكس يعني في يا بارد يا يعني معتدل مناسب. للحين ما يحتاج المكيف، مع إن أختي بلشت تستخدم مكيف. أنا دايما أقول لها لا تضيع كهرباء، ما له داعي. للحين اقتصر رسوم الكهرباء.
طبعا بالكويت ماكو، أتوقع ماكو رسم كهرباء، بس باليابان في. وأحس دول العربية ثانية هم عندهم موجود، يعني أحس طبيعي إنه موجود هالرسم. ندفع حق الشركة اللي يعطونا الكهرباء طبعا. يعني طولت شوي، بس يعني نشوفكم بعدين إن شاء الله.